عارف الكلمة دي؟ اوعى تكون بتنطقها ديو، عيب يا جدع، بتنطق دوو. الكلمة دي فيها صوتين متحركين وبالتالي تكون مكونة من مقطعين صوتيين، في فاصل ما بين المقطعين دول. قلت لك بتبدأ تتدرب على كل مقطع صوتي لوحده وكأنه كلمة لوحدها. المقطع الصوتي الأول بيحتوي على صوت متحرك اسمه long double O، وده عامل زي مد الواو عندنا في اللغة العربية، وقته طويل ومضموم. الصوت المتحرك وظيفته ايه؟ بينضاف للساكن اللي قبله عشان يحركه، فاخد الصوت المتحرك بتاعي اللي هو اضيفه للساكن اللي قبله اللي هو الدي، فاقول do. وبكده خلصنا من المقطع الاول. المقطع الثاني بيحتوي على صوت متحرك اسمه long O، وده نطقه نفس نطق حرف الاو، بتقول او. خلي بالك اوعى تضمه قوي وتقول ده صوت اللونج دبل او اللي كان في المقطع الصوتي الاول. الصوت بتاع اللونج او ده مش مضموم خالص، بنقول الصوت المتحرك بيعمل ايه؟ بنضيفه للساكن اللي قبله عشان يحركه، فهاخد الصوت بتاعي اللي هو او واضيفه ليه الدبليو، فاقول واو. فيبقى نطق الكلمه do wow do wow. ادعمنا بلايك وشير، ولو عندك اي سؤال اكتبه في كومنت وانا هجاوبك عليه. ادخل على موقعنا perfectioncourses.com واتفرج على محاضرة مجانية مدتها ساعة بنوريك فيها تطبيق عملي للخطوات اللي لو عملتها هتتكلم انجليزي بطلاقة وبلهجة امريكية سليمة في 3 شهور بس.